قبل ما نبدأ الرواية الجديدة، حابة أقول لكم إني جبت لكم النهاردة رواية جديدة حلوة جدا ومختلفة تماما، وبجد أحداثها مشوقة جدا لعشاق الرومانسية. الرواية اسمها بيك مسحور. بجد رواية ممتعة جدا، كله يحط لايكات كتير قوي قبل ما نبدأ الرواية علشان تشجعوني. يلا بينا علشان ما نطولش نبدأ روايتنا. الشاب ده اسمه أدهم الشافعي، صاحب شركات الأدهم الأولى عالميا في مجال السيارات، ولا يوجد ليها أي منافس. عنده 30 سنة، ناجح وطموح ومتواضع بطبعه، لكنه سائر الغضب ولا يتقبل النقاش، وسيم بدرجة كبيرة. عينيه واسعة وبيهم جاذبية العالم، أي حد بيبص لعينيه ما بيقدرش يبعد عن عينيه. شعره أسود وكثيف ولونه قمحي، وكمان الجميع بيحترمه. أما البنوتة دي اسمها لافندر، المدير التنفيذي لشركة الرشيدي، وهو والدها بنت رجل الأعمال المعروف محمود الرشيدي. عندها 26 سنة، طموحة وأمورة قوي، لكنها عنادية بدرجة كبيرة وقوية. ما بتخافش من أي حد، وما بتخافش على أي حد غير باباها، لأن هو عالمها الخاص. وكمان شعرها ناعم جدا وبشرتها بيضة. أما ده يكون محمود الرشيدي، والد لافندر. عنده 56 سنة، رجل أعمال كبير، عنده شركات الرشيدي للأعمال الهندسية والاستيراد والتصدير. طيب جدا وحنون، وما عندهوش غير بنت واحدة وهي لافندر. أما دي تكون والدة لافندر، اسمها سهام المنشاوي. عندها 50 سنة، سيدة مجتمع من الدرجة الأولى، بتعشق السفر والخروج وما بتهتمش غير بمنظرها الاجتماعي وبس. زوجة رجل الأعمال محمود الرشيدي، مغرورة ومتكبرة، بتتعامل مع البشر على إنهم طبقات، وما عندهاش أي سواسية، أنانية وما بتهتمش غير بنفسها ولا حتى بنتها. أما الشاب ده اسمه مروان الشريف، طموح طيب القلب، شريك سلمى في الشغل وابن صديق محمود الرشيدي. بيحب سلمى، لأ ده بيعشقها، ولكنه عمره ما اعترف لها بحبه ليها. وسيم قوي وعنده جسم رياضي وعنده شعر بني ودقنة خفيفة. أما الشاب ده اسمه سليم الشناوي، صديق أدهم الشافعي ويعتبر أخوه الكبير. نشأت بينهم علاقة قوية جدا في موقف حصل بينهم هما الاتنين، هنعرفه من خلال الرواية. عنده 30 سنة وطموح جدا ووسيم قوي، وبيشتغل مدير التنفيذي لشركة الأدهم. أما البنوتة دي تكون صاحبة لافندر، اسمها شمس عبد الله، صديقة لافندر. اتعرفت عليها في الجامعة، بتحب سلمى جدا وبتعتبرها زي أختها، جميلة قوي وكمان مرحة جدا. عندها 25 سنة، كمان بتشتغل معاها في الشركة بتاعتها ضمن الفريق الهندسي لشركات الرشيدي، ولأنها أمورة أي حد بيشوفها بيقع في جمالها. بنبدأ روايتنا ولافندر واقفة في مكان ضلمة جدا يعتبر صحراء، وكانت بتقول: هعمل ايه بقى دلوقتي يا ربي؟ هو اتصرف ازاي بس؟ لافندر كانت خايفة جدا وكانت عمالة تبص يمين وشمال، رغم القوة والشراسة اللي عندها اللي بتتظاهر بيها قدام الناس، لكنها كانت مرعوبة. فجأة اتصدمت لما لقيت حد واقف وراها وهو بيقول: خير يا فندم، حضرتك عاوزة حاجة؟ أقدر أساعدك بأي حاجة. كان صوت شخص خشن جدا. كانت خايفة ومرعوبة جدا من الصوت وفضلت تترعش. كانت مش عارفة مين اللي وراها وخايفة ترجع لورا وتبص وراها. ما كانتش عارفة تعمل ايه، لأنها كانت فاكرة إن ده حرامي وجاي علشان يسرقها. طلعت بسرعة، جريت على العربية بتاعتها وركبت، وما بقتش عارفة تتصرف ازاي. وكانت بتدور على الموبايل بتاعها علشان تكلم باباها، علشان يبعت لها أي حد في المكان اللي هي فيه وتقدر تمشي من المكان المخيف ده. من كتر ما الدنيا كانت ضلمة ما كانتش لاقية الموبايل، وأول ما لقت الموبايل لقيته فاصل شحن. أوف، هكلم بابي ازاي بس؟ يعني لازم تفصل دلوقتي؟ يا ربي أنا هعمل ايه؟ أنا خايفة قوي. هو مين الشخص اللي واقف بره ده وبيكلمني؟ أنا خايفة قوي. يا رب خليك معايا. لافندر نزلت من العربية علشان ما كانش عندها حل تاني غير إنها لازم تشوف الشاب ده وتتكلم معاه، يمكن يقدر يساعدها. ولقيته واقف قصادها وبيقول: يا فندم، خير. قلتلك قبل كده إن لو حضرتك محتاجة أي مساعدة مفيش داعي للخوف، قوليلي حضرتك إيه المشكلة وأنا هقدر أساعدك. سلمى بخوف وخضة لما لقيت شاب ضخم جدا وواقف قصادها، فضلت تقول بينها وبين نفسها: سلام قول من رب الرحيم. لأن أدهم كان طول بعرض، عنده عضلات قوية جدا، علشان كده لافندر خافت منه. وبعدين قالت له بعصبية: خير أفندم، حضرتك عايز مني حاجة؟ مش كفاية إنك خضتني؟ أنت عاوز مني إيه بالظبط؟ لا، ما هو أنا أصلا مش طايقة نفسي ومش طايقة أي حد يظهر في وشي دلوقتي حالا. أنت عايز تسرقني صح؟
شكلك كده حرامي، أنا معيش أي حاجة، حتى الكريدت كارد مش لاقياها، هو موبايلي فاصل شحن. أما أدهم رد عليها بكل تهذيب رغم إنها ضايقته من نبرتها المتعجرفة. أنا آسف إني خضيتك كده، بس أنا شفت عربيتك واقفة على الطريق من فترة ونزلت أشوف في إيه، وحاولت أساعد حضرتك بس أنت خفتي ودخلتي عربيتك. حضرتك تقدري تقوليلي إيه هي المشكلة؟ لأن ما ينفعش بنت زيك تقف في المكان ده وفي الوقت المتأخر ده. أنا بصراحة أخاف عليكي. لافندر كانت بتبصله بكل غضب وما كانتش طايقاه، وبعدين ردت عليه بعصبية وغضب وقالت: وانت مال حضرتك؟ اتفضل شوف وراك ايه، انا مش ناقصاك. بدل ما اعمل من وشك ده كفتة دلوقتي حالا، انا دلوقتي جايبة اخري ومش طايقة اتكلم مع حد. سيبني في الهم اللي انا فيه واتفضل امشي من وشي. اما ادهم اتعصب جدا من اسلوبها المتعجرف ورد وقال: حضرتك على فكرة ممكن تتكلمي باسلوب احسن من كده، واظن اني جاية اساعدك. يا ترى ايه اللي يخلي بنت لوحدها تقف في طريق صحراوي زي ده في الوقت ده؟ انا فعلا كنت غلطان لما جيت اتكلمت معاكي، بس انا بتعامل برجولتي، مش بتعامل علشان واحدة زيك. عموما خلاص يا ستي براحتك، مش عايزة اي مساعدة، انا هسيبك وامشي، واستحملي بقى اللي هتشوفيه في الصحراء دي من حرامية ومن حيوانات مفترسة. عموما عن اذنك انا ماشي. ردت لافندر بلا مبالاة وهي بتقول: لا متشكرة لمساعدة حضرتك، أنا عندي مشكلة في عربيتي وأنا هقدر أحلها، مش طالبة منك أي مساعدة، خليك في حالك، ومش أنت عايز تمشي؟ خلاص امشي. وفعلا أدهم ابتدى يتحرك من قدامها بغيظ لأن أسلوبها كان مستفز وطريقة رفضها لمساعدته، وكان بيقول وهو ماشي: تمام جدا على فكرة، أنا ممكن أحل مشكلتك بكل بساطة، بس أنت اللي مش عاوزة، فخلاص ما عنديش أي مشكلة، أنا هركب عربيتي وهمشي على طول. وبعدين سكت فجأة وهو بيبص لها بقليل من الخبث والسخرية وهو بيقول: بس يظهر إن أنت حابة الوقفة هنا. أنا آسف جدا على وقتك الثمين اللي ضاع في الشوية دول، عن إذنك أنا هركب عربيتي وهمشي على طول. وفعلا أدهم ركب عربيته لكنه كان متعصب جدا منها، بس ما كانش قادر يسيبها ويمشي في المكان ده. كان عمال يفكر كتير، يا ترى يمشي بالعربية ويسيبها ولا يا ترى يفضل واقف علشان يساعدها. كانت صعبانة عليه قوي رغم إنها متعجرفة وبتتكلم بأسلوب سيء. أما لافندر أول ما شافته ركب عربيته وابتدى يدور العربية، قعدت على عربيتها وكانت زعلانة جدا وحزينة واتمنت إنها لو رجع بيها زمن، ووافقت على مساعدته. ما كانتش عارفة تعمل إيه لأن مش بإيديها أي حاجة، وكانت قاعدة في المكان ده فترة طويلة وكانت خايفة لحسن يجي حرامي، لكنها قررت إنها تطلب منه المساعدة تاني. قامت بكل تكبر وهي بتنادي عليه وبتشاور بإيديها وبتقول: ها انت يا أستاذ، أنا عايزاك لو سمحت، ممكن تنزل من عربيتك؟ عايزاك تساعدني ممكن؟ أما أدهم استغرب منها جدا وكمان استفزته للمرة التانية لأنها كلمته بأسلوب وحش. حتى لما جت تطلب منه المساعدة أدهم باستفزاز وهو قاعد في العربية بيقول: خير أفندم، حضرتك محتاجة أي حاجة؟ أما لافندر كانت واقفة عمالة تفرك في إيديها بتوتر وما كانتش عايزة تنطق ولا ترد عليه، كانت متعصبة منه لأنه عاملها بتكبر، وردت عليه وقالت: هو أنت مش قلت إنك ممكن تساعدني وتشوف لي مشكلة العربية إيه؟ ممكن لو سمحت تنزل يعني وتشوف لي كده العربية مالها علشان أمشي من هنا، أنا بصراحة خايفة أوي. أدهم استغرب جدا من نبرة صوتها المتوترة وإنها اتحولت تماما 180 درجة. بعد ما كانت بتتكلم بعجرفة وأسلوب مستفز، دلوقتي بتحاول تتكلم بكل أدب علشان أدهم يقدر ينزل يساعدها. ورد عليها وقال: أيوة إن شاء الله، اديني بس شوية وقت أشوف المشكلة فين بالظبط وبعدها يا ستي ربنا يسهل. سلمى بغضب وبأسلوب مستفز اتعصبت من كلامه وعادت تاني لسابق عهدها وقالت له: يعني هتعرف تساعدني ولا لأ؟ انت هتفضل ترغي كتير؟ هتعرف يبقى تتفضل تنزل وتساعدني، لو مش هتعرف خلاص. رد أدهم وهو بيبصلها بكل ذهول وكل استغراب من تغييرها المفاجئ وهو بيكلمها بعصبية وبيقول: قلت لحضرتك ربنا يسهل، هشوف المشكلة فين الأول وهشوف هعرف أحلها ولا لأ. لافندر اتحركت من قدامه وراحت على عربيتها وهي متضايقة إنها نزلت مستواها وكلمته بالطريقة دي علشان يقدر يتنازل ويساعدها. أما أدهم كان عمال يبصلها بكل استغراب، ما كانش فاهم شخصيتها إيه بالظبط. وفعلا ركبوا هما الاتنين العربية وأدهم كان بيحاول يصلح العربية وكان بيحاول يشوف العطل فين.
أما لافندر كانت طول ما هم قاعدين في العربية عمالة تبصله بكل غضب، وكانت بتقول في تفكيرها مين ده اللي يتكلم مع لافندر الرشيدي بالأسلوب المتعجرف ده من وجهة نظرها، ولكنها مضطرة على السكوت في الوقت الحالي، لكنها كانت متعصبة جدا وكانت مش طايقاه وهو قاعد جنبها في العربية. أما بعد ربع ساعة نزلوا هما الاتنين من العربية، وأدهم قال لها تمام، أنا كده صلحت العربية، حضرتك تقدري تجربيها وإن شاء الله هتمشي معاكي، ويا ستي لو ما مشيتش معاكي أنا ممكن أوصلك بعربيتي، اتفضلي. وفعلا لافندر راحت ركبت العربية، وفعلا قدرت تدورها، وكانت طايرة من السعادة وفرحانة قوي إن العربية ابتدت تدور، معنى كده إنها هتقدر تمشي من الصحراء المخيفة دي، وكله بفضل أدهم. كانت عمالة تفكر يا ترى تشكره ولا يا ترى تسيبه وتمشي بالعربية بتاعتها، لكنها نزلت من العربية، وأول ما شافته قاعد على العربية بتاعته ومستني الجواب هو قالت له ها أنا جربت العربية والحمد لله اشتغلت. شكرا، شكرا لحضرتك، مع إني ما بعرفش أقول شكرا لحد، بس بجد حضرتك عملت معايا معروف، أنا ما كنتش عارفة هروح من هنا إزاي. أدهم كان قاعد على العربية، أول ما شاف عينيها نزل فورا من العربية، وكان عمال يبصلها بنظرات محدش يفهمها أبدا. أدهم ولافندر هما الاتنين كانوا تايهين في عيون بعض. أدهم قال لها بتوهان وهو عمال يبص لعينيها الواسعة الجميلة ورموشها الطويلة. لافندر كانت عمالة تبص لأدهم كأنها تعرفه من وقت كبير، كانت بينها وبين نفسها بتقول يا ترى مين الشخص الغامض ده، أنا قلبي بيقولي إن أعرفه من زمان، مش عارفة أعرفه من إمتى. أما أدهم هو كمان جواه كان عمال يقول البنت دي عينيها حلوة قوي، عينيها ساحرة، خطفت قلبي من أول نظرة، مع إنها لسانها طويل بس حلوة قوي ورقيقة، أنا قلبي بيقولي إني عرفتها قبل كده، يا ترى شفتك فين قبل كده. أما بقى لافندر ركبت على طول العربية بتاعتها، وكانت سايقة بسرعة جدا لأنها كانت خايفة قوي من المكان المخيف اللي كانت فيه، وكانت بتفكر كتير يا ترى هقدر أشوف الشخص ده تاني ولا يا ترى ممكن نتقابل ولو صدفة كمان. أما أدهم هو كمان كان راكب عربيته وكان باصص قدامه بكل غموض، لأن هو مش من الشباب اللي بيهتموا بجمال البنات، لأنه أصلا ما عندهوش طاقة للتعامل مع الجنس الآخر، لأن الجنس الآخر بينتهي الأمر معاهم بكارثة مصيرية، لكن الأمر كان مختلف معاه. عينيها شدته جدا ورموشها الطويلة، أول مرة ينجذب لبنت بالشكل ده، ما كانش عارف إيه اللي بيحصل معاه طول الطريق وهو عمال يفكر فيها وبس، لكنه ما كانش يعرف اسمها، كان هيموت ويعرف اسمها ويسألها، لكن كبرياءه رفض إنه يسألها عن اسمها، لأن فضل يقول بينه وبين نفسه دي حاجة ما تخصوش، ولأنها كانت بتعامله بعصبية جدا، علشان كده قرر إنه مش هيسألها على اسمها. لكن فجأة أدهم ابتدى يغير الأفكار دي ويركز على الطريق، وكان بيبص قدامه بكل انفعال وهو بيقول إيه يا أدهم في إيه؟ إيه التفكير ده؟ جرالك إيه؟ الشغل أهم حاجة في حياتك، فاهم يا أدهم؟ ما تفكرش في أي كلام فاضي من ده، ما ينفعش، وأنا أصلا شفتها صدفة وأكيد مش هشوفها تاني في حياتي، ركز يا أدهم، ركز في حياتك وشغلك وبس. رجعت لافندر لبيتها فيلا الرشيدي في التجمع الخامس في المنطقة الراقية المحيطة بالأشجار من كل جانب. فتح لها والدها اللي كان واقف مستنيها محمود الرشيدي، لأنها كانت متأخرة قوي على البيت، ولأن باباها ما بينامش إلا لما يشوفها نايمة في سريرها. لافندر بصت لباباها بكل حنان وهي بتعتبره كل حاجة بالنسبة لها في الحياة، وهي بتبصله جامد جدا عكس مامتها خالص اللي دايما ما بتهتمش غير بنفسها وبس. علشان كده لافندر هي كمان ما بقتش بتهتم بيها، وكل اللي بيفرق معاها والدها وبس، الشخص الوحيد الحنين عليها. لافندر قربت على باباها وبسته من دماغه زي كل يوم أول ما بتشوفه الصبح، وقالت له صباح الفل، أنا آسفة يا بابي، أنا اتأخرت عليك، أنا عارفة إن الوقت اتأخر جدا وخلاص النهار قرب يطلع، بس والله غصب عني هحكي لك على كل حاجة حصلت معايا. باباها بصلها بكل طمأنينة وحب وهو بيقول حبيبتي ايه اللي أخرك كل ده؟ أنا كلمت مروان وقال لي إنك جاية في عربيتك ومشيتي من بدري، قوليلي ايه يا سلمى اتأخرتي كده ليه يا حبيبتي؟ أنا كنت خايف عليكي قوي، قلبي بيقول لي إن في حاجة معطلاكي وإن عندك مشكلة. ردت عليه سلمى اللي هي لافندر وقالت له برضو بتقولي سلمى يا بابي؟ انت عارف ان انا بكره الاسم ده،
علشان مامي هي اللي مسميهوني، هو أنا بصراحة مش بحبه، أنا اسمي لافندر. هحكي لك يا سيدي، طلعت من الاجتماع بدري بس عربيتي عطلت وأنا جاية في الطريق الصحراوي. أنت عارف يا بوبي، ما كنتش عارفة أعمل إيه، كنت واقفة في مكان زي الصحراء مخيف قوي، وكنت خايفة، وكان نفسي أشوفك قدامي، مش عارفة ليه تخيلتك قدامي وأنت بتحضني، كنت مرعوبة قوي يا بوبي. رد عليها محمود الرشيدي بذهول وهو بيبص لها بكل قلق ويقول: إيه؟ معقول؟ العربية عطلت بيك يا حبيبتي؟ طب وقوليلي يا ست لافندر، ها؟ إيه اللي حصل معاكي؟ ردت وقالت له: لافندر حكت لباباها كل حاجة وعن الشخص اللي ساعدها. بص يا بابي، وانا واقفة قصاد العربية لقيت شاب طول بعرض وصوته خشن قوي، لقيته بيتكلم في ظهري وبيقولي: عايزة حاجة حضرتك؟ محتاجة أي مساعدة؟ رد عليها باباها وقال: وبعدين كملي، يا ترى مين الشاب ده؟ معقول يكون حرامي؟ خدي بالك يا سلمى، انا خايف عليكي قوي حبيبتي، اقصد يا لافندر، انت لخبطتينا بالاسماء دي. ردت عليه وقالت: لا يا بابي، مش حرامي ولا حاجه، انا برضو كنت فاكراه حرامي، لكن الحمد لله كان شخص طيب ومحترم قوي، ساعدني وصلحني العربيه، مع اني يعني طولت لساني عليه حبتين، حبتين تلاتة يعني من اللي انت عارفهم. رد عليها وقال: طيب يا ست لافندر، قوليلي ما اتصلتيش بيا ليه؟ وكنت بعتلك الميكانيكي على طول على هناك، وانا كنت جيتلك بنفسي. ازاي يعني بنت زي القمر زيك تكون في المكان المخيف ده؟ الحمد لله يا حبيبتي ان ما حصلكيش اي حاجه. قوليلي ما كلمتنيش ليه بس؟ ردت وقالت وهي ماشيه: موبايلي كان فاصل شحن يا بابي، عن اذنك هطلع انام، ميته نوم. لافندر كانت ماشيه من جنب باباها، وبعدين افتكرت مامتها اللي ما شافتهاش طول اليوم، ورجعت تاني وسألته عليها وقالت له: إلا قول يا بابي، أمال فين مامي؟ أنا ما شفتهاش النهاردة خالص. وطبعا كالعادة ما سألتش عليا، صح؟ أنا عارفة كويس قوي إن الست دي ما بتهتمش غير بنفسها وبس. رد عليها والدها وقال: طب والله كتر خيرها، كل يوم والتاني حفلة، كفاية عليها حفلاتها واصحابها، عايزاها تفكر فيك انت كمان يا ست سلمى، مع انها بتكره اسم لافندر ده، ولو عرفت ان انت صحابك بينادولك بيه هتذبح صحابك كلهم. بقولك ايه، انت اسمك سلمى، اوعي تقولي لها ان انا بقولك لافندر ده. يلا يا ستي اطلعي على اوضتك وغيري هدومك وخدي الشاور بتاعك ونامي وارتاحي، تصبحي على خير يا قلب بابي. دخلت لافندر اوضتها ورمت الشنطة بتاعتها على السرير، وكانت بتقول بينها وبين نفسها: حفلات وصحابها والنادي، إنما بنتها مش موجودة في حياتها، أنا خلاص زهقت وقرفت وتعبت. أما لافندر دخلت الدريسنج روم بتاعها علشان تختار البيجامة اللي هتقعد بيها قبل ما تاخد الشاور بتاعها، لكنها كانت عمالة تفتكر كل حاجة كانت بتحصل معاها هي وأدهم، وكانت هتتجنن وتعرف يا ترى القدر هيجمع بينهم تاني وهتقدر تشوفه للمرة التانية، ولا خلاص كانت صدفة وراحت لحالها. كان تفكيرها مشتت جدا ما بين ان هي اصلا ما بتحبش الرجالة، وما بين ان ادهم دخل دماغها. لافندر دخلت التويلت وملت البانيو مية دافية، وكانت في حالة استرخاء تماما لانها كانت تعبانة جدا طول اليوم، وكانت بتحلم بأدهم إنها ممكن تشوف عينيه الجميلة الواسعة الحادة جدا تاني. لكنها بعد ما أخدت الشاور جريت على الدريسنج روم، وبعد ما لبست كانت بتنشف شعرها المبلول بالاستشوار وكانت بتسرحه، وكمان حطت البرفين بتاعها المفضل من أغلى وأحسن أنواع العطور، طبعا لأن لبسها كله براندات عالمية. وبعد ما خلصت طفت نور أوضتها وغرقت في النوم. أما الفجر كان وصل أدهم لبيته، وهو كمان دخل أخد الشاور بتاعه وكمان غير هدومه ودخل على الأوضة بتاعته، الأوضة اللي قصاد البحر بالظبط وحواليها أشجار من كل الاتجاهات. لكنه قبل ما ينام اتصل بصاحبه سليم علشان يطمن على الشغل، لأنه طول الفترة دي ما كانش يعرف أي حاجة عن الشغل وكان قافل موبايله. أما بقى سليم كان غرقان في النوم وما كانش حاسس بأي حاجة، وموبايله كان بيرن جنبه لكن ما كانش سامع. وفجأة صحي من النوم وكان حاسس إنه بيحلم، ورد على الموبايل وقال: ألو، أيوة، مين؟ أنت مين؟ رد عليه أدهم وقال بكل عصبية: مين معاك إيه يا حيوان؟ ما تفوق كده وترد عليا، أنت مش عارف أنا مين؟ إيه الصوت ده ما بيفكركش بحاجة؟ قوم يا غبي، اصحى كده وفوق،
واتكلم معايا، انا ادهم، عايز اعرف عملتوا ايه النهارده في الميتنج. انت يا متخلف. رد سليم وقال: ايه ادهم؟ ادهم مين؟ انا معرفش حد بالاسم ده. وبعدين يا جميل، يعني لو عايزه تكرشي على اي حد مش لازم الحوارات دي. ادهم موجود، محمد موجود، علشان تتعرفي عليا. انا جاي معاكي سكه على الاخر. اما ادهم كان متعصب على الاخر، وكان عمال يخبط على رجليه جامد جدا، وهو كان بيقول بكل عصبيه: نعم جميل، هي وصلت لكده؟ ده انت ليلتك سودا ومنيلة يا سليم الكلب. اما سليم بفزع وخوف رمى الموبايل على الارض وزق البطانية، وقام وقف على طول وهو مخضوض، وكان بيقول: سلام قول من رب رحيم. هو انا ليه زي ما يكون كده سمعت صوت ادهم بيزعقلي؟ لا 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 لا، ها انا اكيد بحلم. ها اكيد. ان شاء الله يكون حلم. اللهم احفظنا يا رب. صرخ ادهم بصوت عالي من التليفون، وسليم كان سامعه وهو كان بيقول: انت يا حيوان، انا لسه على الخط يا زفت. سليم باستغراب وذهول، بعد ما كان فاكر ان هو بيحلم، لكن كده اتأكد ان اللي على التليفون ده يكون ادهم. مسك على طول التليفون وقال: ها ادهم، ازيك يا كبير؟ اللي قولي ايه اللي مسهرك بس لغاية دلوقتي؟ انت يعني مش من عادتك تسهر كده، ده انت دايما بتنام بدري وبتصحى بدري. هقولي، هو في حاجة؟ يعني انت عايزني في حاجة دلوقتي ولا ايه؟ هو انت فعلا حقيقة؟ اما ادهم رد عليه وقال له: لا ولا حاجة حضرتك، كنت بطمن على سيادتك عملت ايه النهاردة في الميتنج، لاني كنت متأخر لسه راجع من بره. اما فجأة ادهم ابتدى يحسس على شعره، وكان عمال يفتكر كل حاجة حصلت معاه، وكان بيفتكر عيون لافندر. وبعدين قال له: وفي حاجة كمان حصلت معايا، حاجة مهمة قوي في حياتي، وانا متأكد ان الحاجة دي هتكون اهم حاجة في حياتي. هحكي لك عنها يا سيدي بكرة. عموما روح نام دلوقتي، شكلي صحيتك من النوم علشان كده بتخرف. قال فاكرني واحدة ست بتكرش، قال يلا امشي من قدامي، يلا سلام، اشوفك في الشركة بكرة. اما دي تكون سهام، ووالدة لافندر، دايما متعصبة ودايما بتفضل تتخانق مع الخدم. كانت بتنادي على رئيسة الخدم وبتقول: حنان يا حنان. وبعدين أكرش الخدم دول كلهم أغبياء، محدش بيقدر يفهمني أبدا. أما رئيسة الخدم حنان أول ما سمعت صوتها بتنادي عليها، طلعت تجري جامد جدا لأنها بتبقى خايفة منها، وكانت بتقول: نعم 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 يا ست سهام، أنا آسفة والله، كنت بشوف الخدم هيعملوا إيه بس أكل النهاردة وطلبات الحفلة. ردت عليها وقالت: كنت فين يا زفتة يا اللي اسمك حنان؟ عمالة أنادي عليكي من بدري، أنا زوري وجعني على فكرة. وبعدين أنا قلتلك مليون مرة تحطي الجرس بتاعي في كل غرفة في الفيلا كلها، علشان أول ما أضرب الجرس كلكم تكونوا موجودين عندي هنا، مفهوم؟ اطلعي يلا صحي سلمى علشان تفطر. حاضر يا فندم، بعد إذن حضرتك يا مدام سهام، هطلع على طول أصحي الأنسة لافندر، أقصد الأنسة سلمى. عن إذنك. حنان كانت خايفة لأنها اتلخبطت في اسمها قدامها، لأن لما بتسمع أي حد بينادلها باسم لافندر بتتخانق معاه وتتعصب. حنان فتحت نور الأوضة عليها وكانت عمالة تصحيها وتقول: قومي بقى يا لافندر، قومي بسرعة، لحسن ده مامتك شكلها كده عفاريت الدنيا بتتنطط في وشها دلوقتي. وخدي بالك في حفلة النهاردة بالليل، وقلبي بيقول لي كده إن في عريس كالعادة. قومي بقى لحسن هتبهدلني أنا بسببك. اسكتي، ده أنا اتلخبطت وكنت بقول لافندر قدامها كان زمانها قتلتني. يوه، هو محدش يعرف ينام في البيت ده؟ أنا خلاص، أنا تعبت. أنا أصلا قايلة لهم في الشغل إن أنا هتأخر ساعتين لأن عندي صداع جامد قوي لأني نايمة متأخر امبارح. لافندر صحيت من النوم وأخدت الشاور بتاعها ولبست هدومها ونزلت علشان تصبح على باباها ومامتها وكمان تفطر وتروح على الشركة بسرعة علشان عندها ميتنج مهم بدري. لكن الست سهام أول ما شافتها فضلت تزعق وتقول: تعالي هنا بقى وفهميني يا ست سلمى، إيه موضوع لافندر ده؟ اسمك سلمى يا حبيبتي، موجود في شهادة الميلاد سلمى، انتي اسمك سلمى، ما اسمعش حد بيقولك لافندر دي تاني. وبعدين هتفضلي طفلة كده وعيلة صغيرة لغاية امتى؟ وما تصحيش بدري من نفسك، وفي حفلة النهاردة، مفهوم؟ ردت عليها لافندر وقالت: مامي لو سمحتي أنا حرة،
طالما حضرتك سميتيني الاسم ده اندهيني بيه زي ما انت عاوزة، لكن أنا مش بحبه، وبحب صحابي ينادوني بلافندر، والحفلة روحيها انت يا حبيبتي. وأما بقى بالنسبة لصحباتك ما بحبش أشوفهم. شايف يا محمود تصرفات بنتك وعجرفتها؟ بنتك جابت اخري. بقول لك ايه، لازم تغير اسلوبك معاها، كله بسبب دلعك، انت السبب في كل اللي بيحصل في البيت ده. انا معرفش انتوا ازاي اعصابكم بارده للدرجه دي. انا ماشيه. لافندر راحت الشركه، لكنها قفلت الباب عليها. ما كانتش عايزه تتكلم مع اي حد. كانت زعلانه جدا من اسلوب مامتها معاها، اللي عمرها ما حست منها باي حنان. ما كانتش بتحس بالطمأنينة والحنان من وهي صغيرة غير من باباها بس. أما مامتها مجرد منظر، إن الاسم إنها مامتها عايشة في حياتها وبس، لكنها عمرها ما طبطبت عليها ولا خدتها في حضنها، ولا عمرها شافتها حتى بتعيط ومسحت دموعها. لكن فجأة حد كان بيخبط على الباب، ولافندر قامت علشان تفتح، لأنها كانت قافلة باب المكتب بالمفتاح، لأنها ما كانتش عايزة تشوف أي حد في الفترة الصعبة اللي كانت فيها. وأول ما فتحت الباب شافت لافندر. بعد ما فتحت الباب بصت بدهشة وذهول، وكانت طايرة من السعادة وفرحانة قوي. أول ما لقت اللي ما كانتش تتوقع إنها تشوفه تماما، لقت شمس صاحبتها من وهم صغيرين، كانوا مع بعض في المدرسة. أول ما شافوا بعض فضلوا يضحكوا هما الاتنين، وكانوا فرحانين قوي وجريوا حضنوا بعض. أما لافندر قالت بسعادة: حبيبتي، وحشتيني قوي يا شموستي. ينفع يعني كل ده مشوفش حضرتك؟ وحشتيني يا بنتي، والله العظيم كنت هتجنن عليكي. وبعدين انتي بعدتي عني الفترة دي كلها وسافرتي برا. عارفة لو سافرتي تاني هجيبك من شعرك زي زمان، فاكرة لما كنتي بتعملي أي حاجة غلط في المدرسة والمدرسين ما بيقدروش عليكي؟ مفيش غيري أنا اللي كنت بقدر عليكي. كنت بمسكك من شعرك، وانتي أكتر حاجة بتكرهيها إن حد يلمس شعرك، علشان كده على طول قصاه. شمس كانت عمالة بتبتسم وهي طايرة من السعادة إنها رجعت مصر وشافت لافندر تاني، لأنها ما شافتهاش من فترة. ردت عليها شمس بابتسامة وقالت: يا روح قلبي يا ناس، والله انتي اللي وحشتيني، بس انتي اللي ما كنتيش بتسألي عليا يا كلب البحر. انتي انا زعلانة منك على فكرة، ومش هكلمك تاني، فاهمة؟ اوعي بقى، انا مخصماكي وما تكلمينيش. اما لافندر كانت عمالة تضحك على اسلوبها في الكلام، لانها بتحب تشوفها وهي بتتكلم جدا، وبتفضل تهزق فيها. اما لافندر كانت بتفضل تضحك وبس. هو انتي مش هتبطلي كلامك واللغة الغريبة اللي بتقوليها دي؟ انتي زي ما انتي، ما تغيرتيش خالص. سبحان الله، العمر بيجري بينا وبنكبر عن الأول، بس انتي زي ما انتي، كأن العمر بيقف عندك وبيقول ستوب. إلا قوليلي يا مجنونة، عملتي ايه برا البلد؟ عرفتي يعني تتأقلمي كده على الوضع وعلى الناس هناك، وقدرتي تنسي لافندر حبيبتك؟ عموما أنا هحبسك هنا ومش همشيكي من البلد دي تاني. شمس ردت عليها وقالت: ايوه يا اختي، لسه زي ما انا. بس قوليلي كده يا بنتي يا لافندر، هو مين الصبارة الراقصة اللي قاعدة بره دي؟ انا اول ما شفتها استغربت، قلت هو في ايه؟ انتوا قلبتوا الشركة الرقصات ولا ايه؟ شكلها غريب قوي. قوليلي مين البنت دي؟ اصلها شايفة نفسها وكل شوية تحط ميك اب وتمشي كده وتعمل كده. اما لافندر فضلت تضحك، وهي بتضحك ابتدى يظهر جمال عيونها اللامعة وغمزاتها الجميلة المتخبية خلف قناع الجمود والتكبر. لافندر ضحكت جامد جدا على صاحبتها المجنونة اللي ما اتغيرتش أبدا. يخرب بيتك، هايدي بقت الصبارة الراقصة؟ يا لوي، والله موتيني ضحك. انتي مجنونة يا بنتي على فكرة. دي هايدي السكرتيرة بتاعتي. انتي عارفة أصلا لو سمعتك بتقولي كده هتعمل فيكي ايه؟ عموما خليني ساكتة أحسن، أصل انتي ما تعرفيهاش، دي مجنونة. شمس كانت بتقلد هايدي في طريقتها المضحكة، وكانت عمالة تشاور بإيديها الاتنين. أما لافندر بقالها كتير قوي ما ضحكتش الضحك ده اللي من جوه قلبها. ما ضحكتش غير لما شافت شمس صاحبتها، وكانت عمالة تحكي لها حاجات كتير كانت زمان بتعملها، ولافندر كانت دايما هي اللي بتقفشها. علشان كده هما الاتنين كانوا عمالين يضحكوا مع بعض. لافندر قالت لها: اسكتي اسكتي، فاكرة مستر عبد الجليل اللي دايما كان بيحبك قوي، وكان كل ما يروح أي فصل لازم ينقلك معاه؟
يا خرابي، كنت باحب أضحك عليكم موت، وأنتِ كنتِ بتكرهيه وكنتِ بتتضايقي منه أوي، وتفضلي تقولي لي: "يا سلمى، يا سلمى الحقي مستر عبد الجليل جاي لي وهيفضل يسبّل لي طول اليوم ومش هاخلص منه." ردِّت شمس وقالت: "اسكتي ما تفكّرنيش، ده أستاذ خنيق، أنا كنت باكرهه، فاكرة لمّا شدّيت الكرسي من تحت وهو جاي يقعد؟ كان شكله يضحّك موت." اسكتي، ده أنا هاحكي لِك موقف. كنت يا ستي شغّالة في شركة، الشركة دي كانت شركة كبيرة ومحترمة أوي، فالمدير اقترح إننا يعني نوجّب مع الجماعة الأجانب بعد ما خلّصنا المشروع، فأنا بقى إيه، دخلت عليه بقلب جامد كده كإني عبد موتة في نفسي أوي، وقُلت له: "سيب لي الموضوع ده يا كبير." وهو وافق على طول. المهم قُمت آخدة الأجانب وخدتهم على السيدة زينب، أيوه ما تبُصّيليش كده، قُلت يشوفوا عظمة بلدنا ويفرفشوا كده معانا، وبعد كده خدتهم لمطعم دلّع كرشك في وسط البلد عند الواد بندق، أكلتهم أكلة إنما إيه ملوكي. لافندر بكل ذهول وهي مش مصدقة اللي صاحبتها عملته، قالت لها: إيه؟ خدتي الوفد الإيطالي؟ معقول؟ خدتيه المولد؟ يا لهوي عليك يا شمس، وأكلتيهم في دلّع كرشك وشربتيهم حلبسة. لكن سلمى قالت لها بغيظ: دي الشركة اللي اشتغلتي فيها قبل ما تجيلي هنا على طول، بعد ما نزلتِ مصر، قبل ما أكلمِك ولا تكلميني. ماشي هحاسبك على الموضوع ده، بس من هنا ورايح حضرتك هتشتغلي معايا هنا في الشركة، مش هسيبك تمشي تاني، فاهمة؟ لغاية اما نشوف المصايب اللي انت بتعمليها، وربنا يستر بقى على الشركة وبابا ما يقتلنيش من عمايلك. وهما بيتكلموا مع بعض، مروان خبط على الباب وفتح ودخل على طول. شمس اتبهرت جدا أول ما شافته، دخل وقال: بعد إذنك يا أنسة لافندر، أنا كنت عايز حضرتك في كلمتين، لأن النهاردة في ميتنج مهم جدا مع جميع الشركات المنافسة، والمزاد ده يا احنا نكسبه يا هما، علشان كده لازم تكوني موجودة، اوعي تمشي من هنا. ردت عليه لافندر وقالت: حاضر يا مروان حاضر، ما تقلقش، أنا هكون موجودة طول اليوم قاعدة معاكم، وهحضر الميتنج ده لأنه فعلا مهم جدا للشركة. بس أنا عايزة أطلب منك طلب، شايف المجنونة اللي قاعدة جنبي دي؟ عايزاك تشوف لها أي وظيفة، تاخدها كده وتجيب لها مكتب شيك زي بتاعي، وتدي لها وظيفة كده على قدها يعني وعلى قد دماغها. ما انت ما تعرفش حاجة، وربنا يسترها عليك يا مروان. رد مروان وقال: طبعا الأنسة نورت الشركة كلها، أنا هجيب لها أحسن مكتب موجود عندنا هنا، وكمان أقل وظيفة. شكلك كده ما بتحبيش الشغل الكتير، من عينيا الاتنين حاضر، اتفضلي معايا علشان تنقي المكتب اللي انت عاوزاه، وكمان تختاري الوظيفة اللي انت تقدري تشتغليها. أما شمس كانت عمالة تبصله بذهول وبانبهار، وكانت عمالة تضحك زي الهبلة، ما كانش هاممها أي حاجة. ردت عليه وقالت له: بجد؟ هو أنا نورت الشركة؟ إلهي يسترك يا رب. حاضر حاضر، أنا هاجي معاك فورا، وبعدين أنا عايزة المكتب يكون على ذوقك أنت، علشان شكلك كده هيكون ذوقك حلو. ممكن يعني يا أستاذ مروان؟ عن إذنك بقى يا لافندر، أنا مش فاضيالك دلوقتي، أنا عندي شغل. يلا 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 يا مروان بيه، أنا هاجي معاك، بس دقيقة واحدة، هكلم لافندر كلمة صغيرة وهاجي وراك. ومشي مروان علشان شايف إن هما الاتنين عايزين يتكلموا مع بعض، لكن لافندر كانت مستغربة ومش فاهمة يا ترى شمس عايزة ايه بالظبط. بقولك ايه، قوليلي هو مين المزد ده؟ اوعي تقوليلي البوي فريند بتاعك، لا هزعل منك قوي. أنا بصراحة من أول ما شفته وأنا أعجبت بيه، شكله كده بيبصلك نظرات مش طبيعية، واسأليني أنا، ده أنا خبرة يا ماما، نظراته ليكي هاين عليه ياكلك بعينيه الاتنين. قري واعترفي دلوقتي حالا، في بينك وبينه حاجة ولا لأ؟ علشان لو في بينك وبينه حاجة، أنا هروح أنط من سطح الشركة دلوقتي حالا وأموت نفسي وانتحر وأخلص. ردي، بتبصلي باستغراب كده ليه؟ ردت عليها لافندر وقالت: يا مجنونة، طبعا مفيش بيني وبينه أي حاجة، ده يا ستي صديقي الصدوق، وبعدين كمان زميلنا هنا في الشركة، يعني مفيش بيني وبينه أي علاقة. تقدري تحبيه زي ما انت عاوزة عادي جدا، وأقدر أظبطلك معاه كمان، لأننا صحاب قوي وزي الإخوات. أما شمس كانت بتبصلها باستغراب، مش فاهمة يعني إيه زي الإخوات. طبعا نظرة الاستغراب اللي أنا شايفاها في عينيكي دي يعني ما بحبهوش وهو ما بيحبنيش كمان يا ست شمس. أما أدهم كان نايم في أوضته، وكان موبايله عمال يرن وبيتبعت له مسجات كتير قوي، لكنه كان غرقان في النوم وما كانش حاسس بأي حاجة. والساعة بقت 10 وعنده ميتنج مهم ولازم يحضر الميتنج ده. سليم كان بيتصل بيه كتير قوي. أدهم أخيرا فاق من النوم وكان عمال يبص للموبايل بكل استغراب، يا ترى مين اللي بيتصل بيا دلوقتي؟ ألو، أيوة، مين معايا؟
مين اللي عمال يرن كده من الصبح وصحاني من النوم؟ لسه بدري على ميعاد الشغل يا سليم، انت عايز مني ايه بس دلوقتي؟ رد عليه سليم وقال له: صبح صبح يا عم الحاج، هو ايه ده اللي لسه بدري؟ انت عارف الساعة كام؟ الساعة دلوقتي بقت 12 وانا عمال اتصل بيك من الساعة 10. يا ابني قوم، عندنا ميتنج مهم، مش هينفع اللي انت فيه ده. عايزك تفكر، ولو فكرت عادي فكر تاني. النهاردة عندنا موضوع مهم قوي ولازم نكون موجودين في الشركة دلوقتي حالا. انا دلوقتي لبست خلاص وهنزل جري على الشركة، لان حضرتك كنت مسهرني طول الليل في التليفونات. اما الحاجة زينب اول ما شافت سليم قالت له: يا حبيبي صباح الفل، ده انا كنت جاية دلوقتي طالعة لك اوضتك علشان اصحيك لان انا جهزت الفطار. صباح الفل يا ست الكل. لا يا حبيبتي، انا اسف، مش هقدر افطر معاكي النهارده، والله متاخر قوي، والاستاذ ادهم هو كمان متاخر ونايم في السرير، علشان كده لازم اسبقه على الشركه فورا. لا يا حبيبي، هو انت كل يوم تقولي كده وتقولي انا هفطر في الشركه؟ انا ماليش دعوه، انت هتفطر وبعدين هتمشي من هنا. واطلع صح اخوك اللي نايم ده ليل ونهار نايم لي كده على السرير، لازم يروح يشوف جامعته. انا بصراحه تعبت منه وجبت اخري. بقول لك ايه يا سليم، انت لازم تشد عليه شويه يا حبيبي، ما ينفعش كده تفضل تديله فلوس ليل ونهار. رد عليها وقال: يا حبيبتي، هو لسه صغير ولازم ياخد فلوس ويصرف زيه زي اصحابه، وان شاء الله مش هيطلع فاشل زي ما دايما بتقولي عليه، ان شاء الله هيطلع احسن مني كمان. امال انا بشتغل ليه يا ماما؟ علشان اصرف عليه وعلشان اخليه مش محتاج اي حاجه، وانتي كمان يا ست الكل علشان اجيب لك كل علاج واجيب لك كل اللي نفسك فيه، وكمان الحاجه اللي بتحلمي بيها. ياه، امتى يا سليم؟ امتى اطلع حج ولا حتى اعمل عمره؟ يلا، كل تأخيرة وفيها خيرة. ماشي يا حبيبي، انا هسيبك تمشي دلوقتي لان شكلك مستعجل، بس وعدني يا سليم انك اول ما تروح هناك تطلب لك سندوتشين من هناك يا حبيبي وتاكل، وساعتها انا هكون مطمنة عليك وقلبي مرتاح. ولا اقولك، انا هكلم ادهم وهخليه هو اللي يجيب لك الاكل لغاية عندك ويفطرك. انا مش هرتاح غير كده. اما الست سهام كانت بتكلم محمود الرشيدي وبتقوله: بقولك ايه يا محمود، انت طالع النهارده زي القمر، حلوة قوي البدلة دي عليك، بس انا عاوز اطلب منك طلب صغير قوي. ممكن تكلم سلمى بنتي وتقول لها انها لازم تيجي الحفلة؟ هيبقى شكلي وحش موت، وبصراحة يعني ان انا صاحبتي جايبة ابنها علشان يشوفها، وانا نفسي تتجوزه علشان انا وهي نكون حموات وكمان نكون صحاب. رد عليها محمود الرشيدي وقال: يو يا سهام، سهام، بطلي تنكفي في البنت وبطلي تسلطيني عليها. عمري في حياتي ما هبقى زيك، كل اللي طالبه منك انك تبقي حنينة على البنت وتصاحبيها. البنت كبرت وانت كل اللي همك صحابك والحفلات وبس. ارجوكي تفوقي بقى، انا خايف البنت تضيع من ايدينا، لو ما لقيتش الحنان في بيتها مع امها وابوها هتدور عليه بره. ارجوكي يا سهام كفاية. اما سهام هانم ردت عليه بعصبية وقالت: هو انت على اخر الزمن هتيجي هتنصحني انا في التعامل اللي بيني وبين بنتي؟ انا عارفة كويس قوي بنتي بتروح فين وبتيجي منين، انا عارفة كل حاجة وادق تفاصيل حياتها. وبعدين انا مش فاضية للكلام التافه اللي حضرتك بتقوله. انت واحد فاضي بتروح الشركة زي الموظفين وبترجع طول اليوم قاعد في البيت، انما انا ليا حاجات كتير قوي اعملها في يومي، علشان كده ما بفكرش في التفاهات دي. أدهم وسليم راحوا الميتنج المهم اللي كانوا بيقولوا عليه، وبعدين عملوا حفلة كبيرة. كل البنات أول ما شافوا أدهم دخل من القاعة الكل عمال يبص عليه، وابتدوا يتوشوشوا بينهم وبين بعض، وكانوا عمالين يسقفوا له لأنه كان حاجة كبيرة قوي بالنسبة لهم. لكن فجأة وأدهم وقف شاف اللي محدش يتوقعه. أدهم اتفاجئ قوي وهو واقف أول ما لقى لافندر واقفة قدامه في نفس الميتنج اللي هو فيه، وكان جاي الميتنج ده علشان يعمل تعاقد مع شركة تانية، مع شركة محمود الرشيدي. لكن أدهم ما كانش يعرف إنها تكون بنت محمود الرشيدي، وكان عمال يبص لها وكان بيفتكر كل حاجة حصلت معاهم، وكان بيقول بينه وبين نفسه: إيه ده؟ دي هي. أنا قلبي كان بيقولي إني هشوفها تاني ورجعت شفتها تاني. أما بقى لافندر أول ما شافته هي كمان فتحت بقها على الآخر وكانت مصدومة. معقول
هو إيه اللي جابه لغاية هنا؟ وبعدين محدش بيدخل الميتنج ده غير رؤساء الشركات بس. وكانت مصدومة، وهي كمان ابتدت تفتكر كل حاجة حصلت بينهم، لكنها فضلت واقفة مكانها ما اتحركتش لغاية ما أدهم راح لغاية عندها وقال لها: ايه ده بقى؟ هو انت ايه اللي جابك هنا؟ قوليلي بتعملي ايه هنا بالظبط؟ انا من ساعة ما شفتك اخر مرة يعني، وانا بصراحة مش طايقك ومتعصب منك بسبب اسلوبك المستفز، ودايما كنت بتكلميني من مناخيرك. الا قوليلي يا هانم، حضرتك ايه اللي جابك لغاية هنا؟ انا مش فاهم. لافندر كانت ساكتة تماما، وكانت عمالة تبص على عينيه وهو بيتكلم، وما كانتش بتنطق. لكن فجأة هما الاتنين كانوا عمالين يبصوا لبعض باستغراب، لأنها بتبصله ومش فاهمة أصلا هو بيقول إيه ومش مركزة مع كلامه. وأدهم كمان كان مستغرب لأنه بيكلمها وهي ما بتردش عليه وسرحانة في عينيه وبس. وهو كمان ابتدى يسرح في عينيها، وبعدين قال: هاي، في ايه؟ انت مالك متنحة كده ليه؟ هو انت لسانك اكلته القطة ولا ايه؟ يا سبحان مغير الاحوال، اللي يشوفك المرة اللي فاتت يفتكر ان انت لسانك 10 تلسن في بعض، لكن النهاردة اول مرة اشوفك كده. ردت عليه لافندر بكل ثقة وغرور وهي بتقول: لا 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 لا، بالنسبة للساني اطمن عليه فهو موجود. أما بقى حضرتك عايز تعرف أنا مين؟ أنا أكون المدير التنفيذي لشركة محمود الرشيدي. رد عليها أدهم باستغراب وقال: إيه؟ أنتي سلمى محمود الرشيدي؟ أنا مش مصدق، دي حقيقة؟ أنا آسف، أنا ما كنتش أعرفك خالص. أما لافندر ردت عليه فورا وهو بيتكلم وقالت: لا، مش سلمى، اسمي لافندر. سلمى ده في الأوراق الرسمية وبس، لكن كل صحابي والناس المقربين مني بينادوني لافندر لأني بحب الاسم ده قوي. ده أولا. أما ثانيا، مين انت بقى؟ رد عليها وقال: ها، أنا أدهم، زي ما قلتلك المرة اللي فاتت، بس اللي انتي متعرفيهوش ان انا اكون ادهم الشافعي، صاحب شركات الادهم، اللي المفروض احنا موجودين هنا النهاردة علشان شركتي وشركتك يعملوا تعاقد مع بعض لمدة سنة. تصدقي الصدفة دي غريبة قوي، عمري في حياتي ما كنت اتخيل اني اشوفك تاني وتطلعي بنت محمود الرشيدي. اما فجأة سلمى ابتدت تتعصب منه لما افتكرت عجرفته اللي كان بيتكلم بيها معاها يوم ما كانت عربيتها بايظة، وكانت عمالة تبصله بكل غضب. أدهم هو كمان كان بيبصلها، بس ما كانش فاهم هي ليه غضبانة منه قوي للدرجة دي وليه مش طايقاه. لكنها فكرت كتير بينها وبين نفسها وقالت: لا، مستحيل الصفقة دي تتم. وردت وقالت له: بقول لك ايه يا أدهم، الصفقة دي مستحيل تتم، ولو تمت هتكون على جثتي. أنا مستحيل أصلا أتعامل مع واحد زيك بيتكلم من مناخيره وشايف نفسه. على إيه؟ معرفش، روح شوف لك أي شركة تانية. أدهم اتعصب منها قوي، لكنه راجل جنتل جدا وما ينفعش يرد على واحدة ست، علشان كده دور وشه على طول وسابها ومشي، وراح قعد في الأوضة اللي فيها استراحة الموظفين. وسليم دخله الأوضة وكان عمال يقول: هو في إيه يا أدهم بس؟ إيه اللي حصل؟ هو أنت تعرفها؟ تعرف سلمى محمود الرشيدي؟ تعرفها منين؟ دي ما شاء الله، دي المدير التنفيذي للشركة بنت محمود الرشيدي. رد عليه وقال له: يا سيدي، مع الأسف أعرفها. دي يا سيدي البنت اللي حكيت لك عنها في التليفون لما كنت بكلمك لما انت كنت نايم، لما كنت فاكر ان انا بكرش عليك. فاكر يا أستاذ سليم الزفت؟ هي دي بقى البنت. رد عليه سليم وقال: ايه؟ بنت مين؟ امتى ده؟ انا مش فاكر حاجة يا ابني، انت ما حكيتليش، انت قفلت معايا على طول وما حكيتليش حاجة. قولي، انت بس تعرفها منين ولا قابلتها ازاي؟ شكلكم مش طايقين بعض على الاخر. ادهم رمى السيجار من ايده وقعد بعصبية وكان بيبرق لسليم. اما سليم كان بيقول: سلام قول من رب الرحيم، هي مالها بردت كده ليه؟ وقال بصوت محمد هنيدي: يا جماعة الحقوني، انا شكلي كده خلاص، انا بنهار، بقول لك ايه، ما تبصليش كده. اما لافندر راحت على مكتبها وكانت قاعده متعصبه قوي ومش طايقاه ومتضايقه منه تماما، ونفسها يمشي من الشركه فورا علشان ما ترجعش تشوفه تاني. اما مروان كان غيران عليها قوي، الغيره كانت بتنط من عينيه اول ما شافهم هما الاتنين بيتكلموا مع بعض. راح قعد جنبها وقال لها:
بقولك ايه يا لافندر، هو انت تعرفي اللي اسمه ادهم ده منين؟ ردي عليا لو سمحتي. انت تعرفيه قبل كده؟ شكلك كده تعرفيه، وكنتوا بتتكلموا مع بعض. قالك ايه؟ وقولي بسرعه يا لافندر لو سمحتي. ردت عليه لافندر بكل هدوء وهي بتقول: مروان، لو سمحت، انا مش عاوزه اتكلم دلوقتي. ارجوك اطلع بره، وخلي شمس ما تدخلش عليا كمان. انا عايزه اقعد مع نفسي ومش عايزه اتكلم مع اي حد. انا عارفه ان بابي هيتصل بيا وهيتخانق معايا دلوقتي علشان هو كان عايز الصفقه دي تتم مع الشركه دي بالذات. يلا يا مروان، سيبني دلوقتي. اما مروان اتعصب قوي من كلامها، وقام وقف وهو بيقول: ما انت دلوقتي مش قادره تتكلمي، وقبل كده مش عايزه تتكلمي، وحتى بعد كده مش هتتكلمي. اما الاستاذ عبد الله مدير شركه تكون مجاوره ليهم وصديقه للشركات بتاعتهم، ويعرفوه من زمان قوي، قد جدهم تقريبا، حاول يهدي الوضع وابتدى يتكلم معاهم بالراحه، ويشوف ايه شروط ادهم وكمان ايه شروط لافندر علشان الموضوع يتحل والصفقه تعدي طبيعي، لان هما الاتنين كانوا بيتخانقوا كتير قوي. ادهم كان طول ما هو قاعد مش مركز مع الكلام، غير انه مركز معاها، وكان عايز يشفي غليله منها. كان عايز يزعق معاها بأعلى صوت، لكن أخلاقه وأدبه ما يسمحلوش إنه يعمل كده في بنت. أما لافندر كانت طول ما هي قاعدة حاطة رجل على رجل، وعمالة تهز في رجليها بسرعة جدا، ومربعة ايديها، وعمالة بتبصله بكل عصبية لأنها ما كانتش طايقاه. كانت متغاظة منه قوي، كل ما تفتكر إنها احتاجت له واتذللت له علشان يساعدها. خلاص يا جماعة، زي ما اتفقنا، طالما يعني انتوا الاتنين مش متفاهمين قوي كده، فاحنا هنخلي عقد الشراكة لمدة سنة، واتفهمتوا والأمور مشيت ممكن تزودوا عقد الشراكة، لكن غير كده أنا بصراحة مرجحش. ها، هقول يا أدهم بيه، حضرتك موافق على الشروط اللي قلناها؟ وانتي يا أنسة سلمى، أرجوكي تقولي شروطك. أدهم كان بيتكلم بكل عقل، وكان بيقول: تمام، أنا موافق على كل الشروط، وكده خلاص. فعلا ده حل كويس، طالما احنا الاتنين مش طايقين بعض يبقى لمدة سنة. لافندر قطعت كلامه وحطت رجل على رجل وهي بتتكلم وبتقوله: ده كل ده بعد موافقتي أنا، وعلى فكرة هيكون في شرط جزائي للي عايز يخلف الشراكة، هيدفع 25 مليون جنيه. وهما بيتكلموا دخل سليم علشان يلطف الجو، وكان بيقول: هي يا جماعة، ايه جو المصارعة اللي انتوا فيه ده؟ ما تفكوا كده، الدنيا لذيذة ولطيفة، مش كل حاجة قفش. وخلص الميتنج على كده. اما لافندر كانت قاعده في نفس مكانها ما اتحركتش، ودخل لها مروان وكان بيتكلم معاها وبيقول: لافندر، انا عرفت ان خلاص انتي مضيتي على التعاقد وكل حاجه مشيت تمام. على فكره يعني، انتي لو مش عايزه الشركه دي يبقى خلاص عادي، محدش هيجبرك على حاجه، تقدري تقطعي العقود دي ونخلص منهم ومن صاحب الشركه كمان. العقود أنا اللي حطيت شرط جزائي 25 مليون جنيه لأي حد هيرجع لورا وهيلغي التعاقد. فهمت بقى يا مروان؟ خلاص، الموضوع انتهى، وأنا بصراحة مش عايزة أتكلم فيه تاني. أنا خلاص أعصابي تعبت، عايزة أروح البيت وآخد الشاور بتاعي وأغير هدومي وأنام. أما مروان كان متعصب قوي ومتضايق، لأنه ما كانش عايز أدهم يتعامل معاها تاني، لكنه قال لها: خلاص يا لافندر، اللي انت شايفاه اعمليه، وعموما لو احتجتيني في اي حاجه اتصلي بيا، انا كمان مروح. اما ادهم روح بيته، واول ما غير هدومه ونام ساعتين لقى موبايله بيرن. سليم كان بيكلمه: ايه يا ابني، عاوز ايه انت على طول تصحيني كده؟ ايه؟ الحاجه عاملالي المكرونه البشاميل اللي انا بحبها، ده انا جاي فورا. وفعلا ادهم غير هدومه ونزل جري على بيت سليم علشان ياكل المكرونه بالبشاميل اللي بيحبها، اللي مامة سليم كانت بتعملها له. لكن اول ما دخل البيت شاف. اهلا وسهلا. ادهم اتفاجئ قوي اول ما لقى لافندر واقفه قدامه، ولافندر كمان كانت مصدومه اول ما شافته، وفضلت تزعق فيه وتقول: هو انت هتفضل ورايا ورايا في كل مكان؟ انت جاي لغايه هنا عاوز مني ايه؟ لو سمحت مالكش دعوه بيا وخليك في حالك، وعقد الشراكه اللي بينا هيفضل لمده سنه، وبعد السنه دي مش عايزه اشوف خلقتك تاني. انا جايه هنا لما شمس طلبت مني اني اجي هنا في بيت واحده صاحبتها، واول ما جيت انا مش عارفه هي راحت فين وسابتني، انا ما كنتش اتوقع ابدا اني هشوفك. رد عليها ادهم وقال: على فكره انا كمان صاحبي سليم هو اللي قال لي اجي لغايه هنا علشان عايزني، لان ده بيته ووالدته عامله لي اكل اللي انا بحبه،
يعني حضرتك اللي جاية لغاية هنا متطفلة. أنا مش عارف انتي في ايه بالظبط. كل ما تشوفيني تفضلي تتخانقي معايا كأني في بيني وبينك طار، مع اني اصلا معرفكيش ولا يشرفني اني اعرفك. بقولك ايه، من هنا ورايح تخليكي في حالك يا سلمى، وملكيش دعوة بيا. انا عارف ان بيضايقك اسم سلمى، وانا بقى بحب اسم سلمى جدا، علشان كده مش هقولك يا لافندر تاني عن اذنك، انا رايحة اشوف فين سليم. لافندر مشيت معاه علشان هي تدور على شمس وهو يدور على سليم، لأنه ما كانش سامعله أي صوت. لكن أول ما دخلوا البيت لقوا البيت ضلمة جدا ومفيش أي حد موجود في البيت، كأن البيت فاضي عليهم هما الاتنين. وفضلوا ينادي كل واحد على صاحبه: يا سليم، يا سليم انت فين؟ أنا مش عارف انت سايبني بس ورحت فين؟ ايه ده؟ ده البيت ضلمة كله، ده مفيش حد موجود في البيت. ايه ده؟ أنا مش فاهم حاجة، ايه اللي بيحصل؟ أما لافندر: يا شمس انت فين؟ فجأة وهما الاتنين بينادوا عليهم الباب اتقفل. ودي كانت خطة من شمس وسليم، هما الاتنين اتفقوا مع بعض إنهم هيجيبوهم لغاية البيت، فرصة ووالدة سليم مش موجودة في البيت وعند أختها في البلد. انت عارفة، تلاقي دلوقتي أدهم عينيه بتطق شرار، ولو كان شايفني قدامه دلوقتي كان زمانه قتلني. أنا آخر مرة لما كنت في الميتنج انت أخدتيني على جنب وكلمتي معايا وقلتيلي إن هما الاتنين شكلهم بيحبوا بعض، أو يعني على الأقل معجبين ببعض. أنا بقى فكرت في الفكرة دي، ولولا كده ما كناش نفذنا الموضوع ومشي الموضوع حلو قوي. أول ما ماما سافرت على طول قلت له: تعالى دي مجهزة لك الأكل اللي بتحبه. عندك حق، دي فكرة حلوة قوي. خليهم بقى هما الاتنين قاعدين في البيت لوحدهم، يعني ووقت ما يجيلنا مزاجنا إننا نفتح لهم الباب هنفتح. بس بقولك ايه، انت حطيت لهم أكل وكل حاجة جوه لحسن يموتوا من الجوع، ولا أقولك خليهم يموتوا من الحب. الحب طالع من عينيهم، وانا بصراحة بشجع الحب جدا. وبصراحة نفسي قوي اشوف لافندر بتحب، دي على طول عصبية ومكشرة، دلوقتي لو شافتني هتقتلني. بس يلا احنا اتأخرنا قوي، يلا بقى نمشي احنا كمان. بس بقولك ايه، اوعى المفتاح يضيع. تخيلي لو المفتاح ضاع، دي بقى اللي تبقى كارثة بجد. عموما تعالي نمشي، وقبل ما نروح أعزمك على قعدة رومانسية على البحر، أجمل مكان ممكن تشوفيه في حياتك. وبعد إذنك تسيبيلي نفسك تماما، هنقعد في المكان ده ونشوف الشروق. أما أدهم ولافندر كانوا متعصبين على الآخر، وأدهم كان بيحاول يكسر الباب ويخبط عليه جامد جدا علشان أي حد يسمعه ويفتح له الباب، لكن ما كانش حد بيرد عليهم خالص، كأن البيت كله ما فيهوش أي بني آدمين تماما. لافندر ابتدت تقلق وابتدت تشك في أدهم إن يكون هو اللي عامل كده هو وصاحبه، ويكون قاصد يقفل عليها الباب. قولي بقى، هو انت عامل اللعبة دي انت وصاحبك علشان ايه؟ يبقى الموضوع في اصل انا مش واحدة هبلة لغاية اما صاحبتي تجيبني لغاية هنا، واكيد حد مسلطها وحسابي معاها بعدين، واجي الاقي سيادتك موجود وقال ايه تعالي ندخل جوه ندور على سليم، واول ما ندخل ما نلاقيش اي حد في البيت. انت انسان مش محترم على فكرة، ومش معنى اني بنت اني حرام هضعف قدامك، انا بنت ب100 راجل. لكن فجأة أدهم ابتدى يقرب عليها واحدة واحدة، وهي ابتدت ترجع برجليها لورا، وكانت خايفة منه قوي وهو بيقول: شش، ايه تهزيق تهزيق، من أول ما بتشوفيني وانت عمالة تتعصبي. وفجأة كانت هتقع على الأرض وأدهم شالها، وكانوا سرحانين في عيون بعض. وأدهم شايل لافندر وهما الاتنين مقربين من بعض، ابتدى يبصلها في عينيها جامد قوي وهو بيقول: على فكرة انتي عينك ساحرة، أنا من أول يوم شفت عينك فيه وأنا مش قادرة أنساها، على طول بتيجي في بالي وعلى طول بفتكرها، بجد من أجمل العيون اللي شفتها في حياتي. ردت عليه لافندر وقالت: ها، عيوني؟ وانت كمان بصراحة عينيك حلوة قوي. لا لا لا، ولا حلوة ولا حاجة، على فكرة أنا بتكسف، ولو سمحت ما تتكلمش معايا بالأسلوب ده. أدهم كان عمال يضحك عليها ورد وقال: بس انت شكلك عجبتك القعدة، ايه رأيك نفضل قاعدين طول الفترة دي وانا شايلك كده على ايدي؟ بصراحة يعني انا عن نفسي مبسوط ومش عايزة انزلك من على ايدي خالص، بعدين ما انت شكلك مبسوطة اهو.
لافندر اتعصبت عليه وزقته بعيد عنها وفضلت تقول: على فكرة قلتلك انت وقح وملكش دعوة بيا. انت بتنتهز الفرص صح، علشان احنا قاعدين في البيت لوحدنا وكده. قلتلك قبل كده ان انا ب100 راجل وملكش دعوة بيا، هتسبلي وتقولي عيونك ومش عيونك؟ امشي بعيد عني. اما مروان كان قاعد في اوضته بيفكر في لافندر وكان بيقول: خلاص يا لافندر، انا عارف ان انتي وادم هيكون بينكوا علاقة كبيرة. انا لازم انساكي، لازم افكر في اي واحدة تانية تحبني واحبها. مستحيل ابدا هفضل عايش في حب من طرف واحد، وانا واثق ومتأكد ان انتي بتعتبريني زي اخوكي. انا خلاص شلتك من قلبي يا لافندر. اما ادهم طلع اوضة سليم وكان عمال يفكر فيها وكان بيقول: البنت دي بجد قمر. مش عارف، انا حاسس انها دخلت قلبي من اول نظرة شفتها فيها. عمري ما كنت اتخيل ان الصدف هتجمع بينا بالشكل ده. اول مرة يا واد ياسليم تعمل حاجة عدلة في حياتك. انا مبسوط ان انا محبوس معاها في البيت ده. اما لافندر هي كمان دخلت اوضة والدة سليم وكانت عمالة تضحك على اللي حصل بينهم، وكانت عمالة تفتكره وهو شايلها، وكانت بتقول: ياه، انا عمري ما شفت حد رومانسي بالشكل ده. انا حاسه انه رومانسي جدا. هو بيقول عليا انا اللي عينيا حلوه؟ ده هو اللي عينيه اتجنن، بس متكبر ومغرور وبيضايقني وبيعصبني. قال ايه؟ انا مبسوطه وهو شايلني؟ لا طبعا مش مبسوطه، بصراحه مبسوطه موت. اما تاني يوم كانت لافندر لسه نايمه، ما صحيتش من النوم لان كانت الساعه 6 الصبح. فجاه وهي نايمه ابتدت تسمع حد بيخبط عليها على الباب. صحيت لافندر مخضوضة وقالت: أيوة، مين على الباب؟ حد يصحي حد بالمنظر ده؟ رد عليها أدهم من ورا الباب وقال: انت لسه نايمة؟ الساعة 6 الصبح، اتفضلي قومي وروحي جري على المطبخ علشان تحضري لي أي فطار. أنا متعود أول ما أصحى من النوم الساعة 6 الصبح ألاقي الفطار جاهز قدامي. اتفضلي يا ست سلمى علشان تجهزي لي الأكل، لأن أنا واقع من الجوع. ولا ده انت شكلك فافي وما بتعرفيش تعملي حتى اكل ولا تسلقي بيض. لافندر قامت على طول وشالت البطانيه وفضلت تقول: انا ما بعرفش اسلق غير بيض؟ هو انا واحده فاشله زيك؟ طب اصبر عليا، انا هنزل دلوقتي حالا المطبخ وهعمل فطار من الاخر، وهنشوف ساعتها بقى مين فينا اللي ما بيعرفش يعمل حاجه وفاشل. بقى انا فاشله انا؟ اصبر عليا والله لو اوريك. وبعدين هو انا خدمتك؟ انا اللي اقوم اعمل لك الفطار ليه؟ هو انا مراتك؟ وفعلا لافندر نزلت على طول المطبخ وابتدت تقشر في البطاطس علشان تحمر له بطاطس وتجهز له الفطار، وكمان عملت له الحلو وبانكيك، وكل الاكل كان جاهز وتمام. وعملت كوبايتين عصير وكانت مستنياه علشان تسمع رأيه، لكن فجأة وهي واقفة شافت. لافندر اتصدمت أول ما شافت شمس وكمان سليم واقفين قصادها، وفضلت تزعق وتقول: عاجبك كده اللي انت عملتيه فيا يا ست شمس؟ ماشي، اصبري عليا. طبعا بتتحامي في سليم، هو ماسكه في ظهره. بس اصبري عليا يا شمس، انا هعرف اوريكي. بقى تقفلي عليا الباب مع شخص زي ده؟ وانت عارفه ان احنا الاتنين ما بنقبلش بعض. وانت يا استاذ سليم بتشترك في الجريمه مع شمس، وانت عارف اصلا ان شمس طاقه ومجنونه. انتوا الاتنين اتلميتوا على بعض. خلاص اوكي تمام قوي، اصبروا عليا انتوا الاتنين. اما سليم رد عليها وقال: انا ماليش دعوه يا لافندر، هي شمس اللي قالت لي. ولا اقول لك الحقيقه بصراحه، انا وهي بصراحه اللي اتفقنا عادي يعني علشان تقدروا تتكلموا مع بعض. فجاه وهما بيتكلموا لا ادهم داخل وهو لابس البورنوس وبيقول: انا خلاص اخدت شاور يا سلمى، ها فين الفطار؟ انا ميت من الجوع. تسلم ايدك، انا عارف ان اكلك يجنن. اما شمس فرحت فيهم وردت وقالت: والله اخدت الشاور بتاعك؟ طب دي حاجة كويسة قوي. وانتي يا استاذة سلمى، ده انا لو كنت قلتلك سلمى قبل كده زمان كنتي قتلتيني. البيه خلص الشاور بتاعه وحضرتيله الفطار؟ لا 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 لا، ده انتي لازم تجيبيله مية سخنة علشان تدعكيله رجليه. وعاملة فيها زعلانة ومتضايقة. انا شايفة يعني الوضع مستتب لغاية دلوقتي، والوضع كويس جدا كمان.
عندك حق يا شمس، بصراحة أنا شايف إن الخطة نجحت كويس قوي. وقال سلمى هانم زعلانة وبتتخانق معاه، والله يمكن خايفة من الحسد ولا حاجة. خلاص خلاص، ملناش دعوة بيهم يا شمس، احنا نمشي من هنا، عشان ممكن هما اللي يطردونا، وبعدين ده ماما جاية بعد 3 أيام، يعني عادي هيقدروا يقعدوا براحتهم خالص. أدهم كان واقف عمال يضحك على سلمى، كان مبسوط قوي إنه شايفها في الوضع ده. فجأة قرب عليها وحط إيده على كتفها وهو بيقول: طبعا أنا وسلمى بنحب بعض وخلاص اتفقنا على الجواز. بصراحة يعني أنا ما كنتش بحبها، وفضلت تتحايل عليا كتير قوي وتقولي أنا بحبك وبعشقك. بصراحة صعبت عليا وضعفت وهكسب فيها ثواب. كلهم فضلوا يضحكوا جامد جدا. أما سلمى كانت واقفة وزعلانة قوي على نفسها، وكانت متضايقة إن كلهم فهموها غلط. حتى أدهم أثبت كلامهم إن فعلا في حاجة بينها وبينه. لكن هما الأربعة قرروا يعيشوا اليوم بجد. دخلوا أوضة الأفلام بتاعة سليم في بيته وفضلوا يتفرجوا على التلفزيون، كان فيلم لسه جديد، وكمان فضلوا ياكلوا فشار. أما أدهم كان قاعد جنب سلمى، وطول ما هو قاعد ماسك إيديها وكانوا فرحانين قوي. وكمان شمس كانت قاعدة جنب سليم، لأن هما الاتنين ابتدوا يحسوا بشعور حلو مع بعض. فجأة وسلمى قاعدة بتتفرج على التلفزيون راحت عليها نومة ووقعت على إيد أدهم. أدهم أول ما شافها نامت شالها على إيده الاتنين ومشي بيها علشان ينيمها فوق على السرير، وفعلا طلعها الأوضة اللي دايما كانت بتنام فيها ونيمها على السرير، وجاب البطانية وغطاها، وكان واقف جنبها مش عايز يسيبها. كان عمال يتفرج على ملامحها البريئة الطفولية وهي نايمة لغاية النهار. كان قاعد جنبها، ما اتحركش من جنبها ولا لحظة واحدة، كان نايم جنبها على السرير وهو قاعد لغاية ما النهار طلع. أما لافندر كانت نايمة وغرقانة في النوم، لكن فجأة ابتدت تحس إن في ضوء داخل الأوضة وفي صوت حد بيشخر جنبها. وأول ما صحيت من النوم لقيته أدهم. كانت فرحانة قوي لما شافته قاعد جنبها وسهران طول الليل وما نامش من امبارح. كانت بتقول بينها وبين نفسها: ايه ده ما نامش، فضل قاعد جنبي طول الليل. يا حبيبي يا أدهم، لو تعرف أنا حبيتك قد إيه، بس مع الأسف ما عنديش الجرأة اللي أعترف فيها باللي جوايا، بس بجد حبيته. وبعد ما صحيوا من النوم هما الأربعة حضروا فطار وفطروا مع بعض، وبعدين سليم راح يروح شمس، وكمان أدهم راح علشان يروح لافندر لغاية بيتها. وكان بيقول: سلمى أنا عايزة أقولك على حاجة، أنا بجد عشت معاكي أجمل أيام حياتي. أنا طول حياتي ما كانش بيفرق معايا الجنس الآخر ده تماما، وأي بنت كنت بشوفها عادي جدا كأني ما شفتهاش، لكن بصراحة انت من أول يوم شفتك فيه وانت ما خرجتيش عن بالي، وبالذات عيونك كنت بفكر فيها كتير قوي، بحب أتفرج عليكي. ردت وقالت: تتفرج عليا صح؟ أصلا أنا مسلسل. وبصراحة كده يا أدهم أنا كمان، أنا عشت أيام عمري في حياتي ما عشتها، كنت حاسة إني طايرة من السعادة ومبسوطة قوي، ما كنتش عايزة الأيام دول يخلصوا. حتى كمان طول الفترة دي كنت قافلة الموبايل بتاعي علشان مفيش أي حد يزعجني، اتصلت بس ببابي وطمنته عليا. أدهم أنا مبسوطة قوي معاك، حاسة إني من جوايا فرحانة وحاسة إني طايرة في السما. على فكرة أنت طلعت كلام جوايا عمري ما كنت أحلم إن أنا أقوله أصلا، بجد أنت غيرتني، حاسة إني بقيت واحدة تانية، خصوصا اسم سلمى، أنت عارف حبيته منك. أما لافندر بعد ما روحت كانت فرحانة قوي ومبسوطة، حاسة إنها إنسانة جديدة، وكانت بتفضل طول الليل تكلم أدهم في الموبايل، ولو عدى ربع ساعة وما اتصلش بيها كانت بتفضل تتخانق معاه وتزعق فيه كمان. أما طول النهار كانوا برضو بيبقوا مع بعض في الشغل، كان بيفضل يشرح لها الشغل لأنه كان بيبقى جد جدا في الشغل وما كانش بيتكلم في أي عواطف. كان كل ما يكلمها جد كانت بتقرب منه وتفضل سرحانة فيه وتفضل تتفرج عليه وعلى ملامحه وهو بيتكلم، كانت بتحس بالأمان جدا وهو جنبها. أما بقى سليم وشمس كانوا هايصين على الآخر، وكانوا دايما بيخرجوا وبيتفسحوا، وكانوا بيحبوا جدا يروحوا يقعدوا في المكان ده على البحر ويقولوا كل اللي جواهم لبعض، واعترفوا بحبهم لبعض كمان، ويفضلوا قاعدين في المكان ده لغاية بالليل. شمس أنا بحبك
وبصراحة يعني أنا عايزك بقى تحددي لي ميعاد مع أهلك علشان أجي أتقدم لك فورا. أنا نفسي تكوني خطيبتي وتكوني على اسمي. عارفة لو حد جه جنبك أنا هقتله. انت خلاص بقيتي بتاعتي. ردت شمس عليه بفرحة وقالت: يا سلام، يعني لو أي حد جه جنبي هتقتله صح؟ يعني لو أخويا جه جنبي هتقتله برضو؟ عموما يا سيدي خلاص، انا هروح اكلم بابي النهارده وهقوله ان في عريس جاي يتقدم لي زي القمر وكيوت وكمان بحبه وموافقه عليه. موافقه يا ناس، بس بشرط: انا مش هوافق اتجوزك الا وفرحي يكون نفس فرح لافندر. نتجوز احنا الاربعه مع بعض. ده كان حلمي انا ولافندر من واحنا صغيرين. اما في ميتنج مهم جدا كان واقف أدهم بيلقي خطبة مهمة جدا لكل الموجودين وبيتكلم عن الشغل والشركة، وسلمى كانت قاعدة بعيدة عنه. أما فجأة ابتدى يقول: لو سمحتي يا أنسة سلمى تعالي اتفضلي هنا علشان عايزة أقولك كلمة صغيرة وقدام الناس كلها. أما لافندر أول ما سمعت الكلام اتصدمت جدا وما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل بالظبط وكانت مكسوفة، لكنها راحت له. وأول ما راحت له قدم لها بوكيه الورد قدام الناس كلها واتكلم بأعلى صوت وهو بيقول: سلمى، أنا بحبك، تتجوزيني؟ أنا من ساعة ما شفتك وأنا نفسي أقولك الكلمة دي، بحبك موت يا سلمى. وفعلا هما الأربعة اتجوزوا وفي نفس اليوم، زي ما شمس وكمان سلمى كانوا بيحلموا وهم صغيرين، وكمان اتفقوا إنهم هيبقوا جيران. شمس وسليم هياخدوا فيلا صغيرة، والفيلا اللي جنبها بالظبط هتكون فيلة أدهم ولافندر. وخلاص ما بقتش بتحب اسم لافندر، دلوقتي بقت بتحب اسم سلمى لأنه أدهم بيحب الاسم ده. وبكده تكون نهاية روايتنا. يا رب تكون عجبتكم، وأتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم إشعار بكل حلقة جديدة. وحابة أقول لكم إن النهاردة عملت لكم رواية جديدة تحفة بجد، من أجمل الروايات اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. فيها غموض وحب ورومانسية. اسم الرواية الخادمة والشيطان. بجد رواية حلوة قوي. انتظروني النهاردة، هنزل الرواية دي علشان خاطر عيونكم. ما اقدرش اتأخر عليكم ابدا. كل اللي طالباه منكم كلكم تشجعوني وتحطوا لايكات كتير وتشيروا الرواية اول ما تنزل علشان تتشاف. مع السلامة.